محكوم بالإعدام ينتحر في سجن مدينة وجدة. أعلنت إدارة السجن المحلي بمدينة وجدة ضمن بلاغ توصلت به إسبريس انتحار سجين خائعين اليوم الثلاثاء في المؤسسة السجنية نفسها. وذكر المصدر أن خائعين تم متابعته قضائيا وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتم الحكم عليه بالإعدام ضمن ما يعرف بخلية جمهروش. كما أوردت الإدارة ذاتها أن عملية الانتحار قد تمت باستخدام قطعة قماش انتزعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة التي يقوم بها. وأضاف البلاغ: فور اكتشاف الحادث تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية. وفي موضوع آخر، أمن وجدة يتدخل لزجر الدراجات النارية. على الرغم من تفاوتها بين الحين والآخر، إلا أن السياقة الاستعراضية تواصل إقلاق راحة قاطني مدينة وجدة في الآونة الأخيرة، ما جدد الدعوات إلى السلطات الأمنية للتدخل لزجر المخالفين. وعاد بعض سائقي الدراجات النارية على الخصوص إلى ممارسات وصفها منتقدوها بالمنافية لقانون أو قوانين السير والجولان، لا سيما التنقل في مجموعات وسط الشارع الكبرى أو الشوارع الكبرى، محدثين فوضى ومتسببين في تعطيل مصالح باقي السائقين. وفي أحياء أخرى كالقدس ومجموعة من الشوارع الرئيسية كشارع محمد السادس المؤدي إلى جامعة محمد الأول وشارع محمد الخامس القلب النابض لمدينة الألفية، يشتكي السكان من الضجيج الذي تحدثه بعض الدراجات التي يتم في بعض الحالات تعديلها لهذا الغرض. وفي سياق متصل، باشرت ولاية أمن وجدة خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة لزجر المخالفين من هذه الفئة، عملت خلالها وفق ما عينته إسبريس على وضع عناصر من الشرطة في بعض النقاط الموصوفة بالسوداء. وأسفرت الحملة وفق مصادر إسبريس عن حجز مجموعة من الدراجات النارية ضبط أصحابها في مخالفة لقانون السير والجولان، من بينها السياقة الاستعراضية وانعدام الخوضة إلى جانب عدم التوفر على وثائق الدراجة وإثبات التأمين، فيما تم تغريم آخرين حسب نوعية المخالفة. وتأتي هذه التحركات في سياق تنزيل مخطط عمل ميداني مندمج سبق أن أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني، يروم مضاعفة عمليات المراقبة والزجر ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وكذا تلك التي تتسبب في إزعاج الساكنة أو السكينة العامة في أوقات متأخرة من الليل. وفي موضوع آخر، الحكم بالإعدام على مواطن إيراني ألماني. حكم على المعارض الإيراني الألماني جمشيش شارمهند الذي أعلن عن توقيفه في غشت 2020 بالإعدام لتورطه المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد في عام 2008، بحسب ما أعلن موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية اليوم الثلاثاء. وجاء على الموقع أن شمشيد شارمهند زعيم مجموعة تنذر الإرهابية حكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها. كما ظهر في موضوع آخر، الأمن المغربي يساهم في تفكيك 6 شبكات إجرامية وإرهابية خلال 18 شهرا بإسبانيا. أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون
خوسيه مانويل الباريس: النتائج الملموسة التي تحققها المرحلة الجديدة في العلاقة مع المغرب، مستشهدا بتفكيك ست شبكات إجرامية وإرهابية في الأشهر 18 الماضية. وأورد المسؤول الإسباني نفسه متحدثا أمام لجنة الشؤون الخارجية بكونغرس أن العلاقة مع المغرب متميزة ومبنية على ركائز متينة، وهي التي تم تحديدها في خارطة الطريق المتفق عليها عقب زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الرباط في 7 أبريل من العام الماضي. ويعزو الباريس تفكيك ست شبكات إجرامية وإرهابية خلال 18 شهرا إلى التعاون مع المغرب، موردا أن النتائج الملموسة التي تحققت خلال هذه الفترة تعود بالنفع على مواطني سبتة ومليليا المحتلتين، بالإضافة إلى مواطني جزر الكناري والأندلس. ويعود وزير الخارجية الإسباني إلى النتائج المحققة على مستوى الهجرة غير النظامية، قائلا إن عدد الوافدين قد انخفض بنسبة 69% في يناير مقارنة بالشهر نفسه في عام 2022 بالسواحل الأندلسية، وب82% أقل في حالة جزر الكناري. وزاد إننا نتعاون في محاربة المافيات التي تتاجر بالبشر، مبرزا أن الهجرة يجب أن تكون آمنة وقانونية ونظامية ومنظمة. وأردف المسؤول الحكومي الإسباني بأن التعاون مع المغرب مكن من تفكيك 6 شبكات إجرامية وإرهابية في العام ونصف العام الماضيين بفضل عمل الأجهزة الأمنية. ومن ناحية أخرى ركز بشكل خاص على سبتة ومليليا اللتين باتتا تلمسان فوائد المزيد من الاستقرار والازدهار التي توفرها العلاقة الجديدة مع المغرب، وأدت في هذه الحالة إلى إعادة فتح الحدود البرية، مثل إعادة فتح مكتب الجمارك في مليليا الذي أغلقه المغرب من جانب واحد في 2018، وافتتاح مكتب جديد في سبتة في 27 يناير. وفيما يتعلق بقضية سبتة ومليليا، فإن إحدى النقاط الرئيسية للإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل قد أكدت وجود جدول زمني متفق عليه للاستمرار بطريقة منظمة، مبرزة أن البلدين يعملان بشكل حكيم من أجل ضمان الأمن في الحدود وتجنب تكرار مشاهد من الماضي تتعارض مع كرامة الناس، في إشارة إلى تجارة غير مهيكلة ومنظمة.